السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ عليا النعمة تالت مرة عيد الفيديو. تعبت والله، تالت مرة عيد الفيديو. بصوا يا جدعان، انا كنت في اللايف المباشر وطلبت من الشباب عاوزين فيديو ايه؟ قالوا لي اعمل لنا فيديو في اول دخولك السلاكة بتتعمل ايه او بتعمل ايه في السلاكة بتاعتك. طبعا اللي كتب لي الكومنت ده تقريبا شاب اسمه يوسف. انا ما شاء الله نص اللايف عندي يوسف والنص التاني عبد الله، فاهمين انتوا؟ طيب بص يا عم يوسف، بصوا يا جدعان، انا لما بخش سلكتي اول حاجه بعملها بكنس وارش ميه. خلاص ليه؟ لان النظافه من الايمان، لازم تنظف مكانك عشان تبقى انت راجل نضيف. تاني حاجه بقى بخش ابص على الحمام بتاعي، حمامه في الباب بتاعها، دكر وانتايه هيبيضوا، دكر وانتايه ما بيضوش، دكر وانتايه بايضين، دكر وانتايه عندهم زغاليل، دكر وانتايه قاعدين بيلغوا في بعض، لازم ابص عليهم جوز جوز. خلاص، هتفرج على الفيديو ده ما تسيبش فيه لحظه، لان كل فتحه باب انت هتتعلم منها. بديك معلومات كده ببلاش. اول حاجه صلي على النبي، تاني حاجه دي سلكتكم. انا لما بخش من الباب ده وبصور الكاميرا بتلف على السلاكه كلها، اعرفوا ثقوا في الله ان انا بعمل كده محبه فيكم، ودي حاجتكم. غيري ما بيعملش الكلام ده. انا بخش لكم على باب فصلي على النبي كده، وتعالوا نشوفوا النهارده انا اول ما بخش السلاكه بتابعها ازاي. وصدقوني النهارده كل فتحه باب معاها معلومه. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا جماعه، احنا اول كلامنا كده نخش ببركه الله. تمام، انا اول ما بخش السلاكه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو، دخلت السلاكه ابدا ابص بقى مثلا القص ده متجوز بقاله 5 ايام، هل باض ولا لسه؟ ببص عليه بقفل بابي تاني. القص اللي تحت منه بقاله اسبوع متجوز، باض ولا لسه؟ بقفل الباب تاني. تمام، بروح مثلا عند الدكر ده متجوز 3، الدكر ده ابن محظوظه متجوز 3، هو دلوقتي مع انتايه بايت معاه من امبارح، فانا باخده دلوقتي اهو، باخده دلوقتي وبحطه فين؟ بحطه مع النتايه اللي تحت. بص بقى هنا الكلام اهو، ببدل. هو كان بايت هنا من امبارح، دلوقتي فين؟ نزلته للنتايه دي. تمام، دي حاجه. دي النتايه التانيه اللي هقعد معاها بعد العصر. خلاص، وهنا معانا الدكر الصافي مع النتايه مراقبه صفرة برضو ببص عليهم. طيب هل انا لما باجي ببص على البيض هي باضت ولا لا؟ ولا ببص على ايه تاني؟ لا حضرتك بص على النتايه بقى كده، عايزك تبص على النتايه معايا. هتلاقي النتايه بص قصع ظهرها ازاي؟ ظهرها مرفوع لفوق من ورا وديلها نازل كده. النتايه دي بتعبي كده، النتايه دي ايه؟ بتعبي زي النتايه دي بالظبط كده. النتايه دي برضو بتعبي، دي اهي، ودي اول نتايه حبيت فيهم. النتايه دي بصوا العقصه من ورا عامله ازاي، مكان الزرنيخه او المزيته من عند ظهرها، تنفش ظهرها فوق وديلها ينزل تحت. كل لما النتايه ديلها ينزل تحت كل لما تعرف ان الحصوه بتتجمع لحد اما تبيض. لو لقيت النتايه ديلها مرمي تحت وظهرها فوق قوي كده، اعرف ان النتايه دي كده خلاص هتبيض، من غير ما امسكها ومن غير ما العب فيها ولا محلس فيها. فبالله عليك وترجع تكسر شوكتها وتقول لي يا تربو الشوكه اتكسرت. بطل لعب في الحمام، اتفرج على الحمام بعينك وانت تعرف كل حاجه. قص زي ده خلص الزغادير اللي كانت عنده يا جدعان، القص ده. وبعد كده ما رضوش يبيدوا. عملت ايه بقى انا؟ رحت واخد النتايه البنفسجيه رميتها في المصطبه هنا، قعدت لها 5 ايام او اسبوع، وعطيتها كل يوم دي 3 اف. خد بالك بقى انا عملت ايه؟ نتايه مش عايزه تبيض اهي بعد ما قطفت الزغاليل قعدت لاجي 20 يوم مع الدكر مش عاوزه تبيض، اتاخرت. عزلتها وركز معايا، حطيتها في مصطبه 4-5 ايام او اسبوع، وبديها كل يوم ربع حبايه دي 3 اف، ده كالسيوم محار البحر اهو، كل يوم ربع. وبعد كده بتعمل ايه؟ بقوم جايبها مدخلها للدكر تاني وبسيبها له. خلاص. طيب نبص على الباب اللي فوق منه. قلت لكم كل باب فيه معلومه. ده الدكر الترتور انا محضر منه حصويتين، هما بايضين يوم 28/12، الحصويتين متحضرين فوق. خلاص، فانا عملت ايه؟ سبت النتايه قعدت اسبوع،
وعزلتها بقى يجي 5 ايام كده ولا حاجه، وسبت الدكر حصوتين بلاستيك. دلوقتي الدكر امن على الحصوتين البلاستيك. بقوم انا جاي واخد الحصوتين البلاستيك حضرتك كده اهو اهو، وبروح المكان اللي فيه الحصى البلاستيك وبسيبهم معاهم. تمام تمام. بتعمل ايه تاني يا ابو الترابيب بقى في اللحظه دي؟ النتايه بتاعته لما انا عزلتها 5 ايام في المصطبه فوق، عطيتها دي 3 اف، بعوض لها الكالسيوم بتاع البيت بتاعها. فين النتايه بقى؟ اهي بص واقفه على المس اهي اهي. هاخد النتايه بقى دلوقتي، خليكم معايا كده اهو. ادي النتايه انا خدتها اهي، واحط لي الدكر. يبقى انا كده بجهز له النتايه. هل انت بتجهز النتايه للدكر علشان تبيض، ولا انت بالنسبه لك هي النتايه بتبيض من غير ما تجهزها؟ لازم تجهزها، لازم تجهزها. فانا بجهزها له. طيب نبدا ننزل تحت على التحضير. عندنا برضو القص البلق السود دول اهي. النتايه برضو بصوا، النتايه اللي ورا دي قصعه نفسها اهي برضو كده يعتبر بتعبي. ننزل تحت، خليكم معايا عشان معاكم لحد اخر باب. ده في معلومه يعني، انا هاخد لكم البيبان دي كده كلها. الباب الاخير ده فيه معلومه، المعلومه دي هتنفعك. اللي في الباب الاخير ده هنا في سر، الباب ده فيه سر. عاوز تعرف السر اللي في الباب؟ كمل الفيديو ما تسيبش دقيقه. سبت دقيقه في الفيديو فاديتك المعلومه اللي في الباب ده. تعال بقى هنا، ده قص زاجل. دي النتايه اللي كانت رايحه مني ويا زغلوله ومسكتها لما كبرت. طبعا ما ينفعش اطيرها لان دي ممكن يكون حد لاقيها وثبتها قعدها عنده. فانا عملت ايه؟ عطيتها للدكر الجامد ده، ورحت خدت منهم حصوايه. هي لسه عيله صغيره، لسه عليها ريشه على فكره، على فكره عليها ريشه، بس الزاجل عادي ما بتفرقش معاه. خدت منها حصوايه ومعبيه التانيه. تمام تمام. طب فين يا تربو النتايه بتاعه الدكر ده؟ هي دي بقى اللي عليها الكلام النهارده، النتايه بتاعه الدكر ده. دول خدت منهم حصوتين يوم 12 اللي هو 12 واحد. تمام يا رجاله. ومستنيهم يجيبوا الحصوات التانيه. هيجيبوها امتى بقى؟ فوت 12 فوت 13 يجيبوها يوم 14، فوت يوم ويجيبوها اليوم التاني اهو. هتحضن تحت منهم يا ابو الترابيب؟ لا، دول انا هخلي اول عش هم يزقوه. ليه؟ علشان النتايه دي اول مره تبيض واول مره تزق، فهخليها ايه؟ اجرب فين؟ اجرب في عيالها. هل هتكون حنينه على الحصى؟ هل النتايه دي هتزق كويس وتلبن كويس؟ هل النتايه دي هتكون حاضنه الطاجن بتاعها كويس؟ واشوفها كويسه ممكن احضن تحت منها بعد كده غزار. تمام تمام. نيجي هنا، اول ما فتحت الباب ابص على القص ده محصي يوم 25 او تحت منه حصى بتاع صافي يوم 25/12. 25/12 المفروض لو حسبناها 18 يوم، قول 5/1 10 ايام وكمان 8 ايام، يبقى يوم 12 والنهارده 13. يعني المفروض ده ميعاد فتح الحصى. طيب انا بعمل ايه؟ باجي قبل ميعاد الحصى بيومين 3، يعني انا من 3 ايام عامل الموضوع ده. باخد البيضه احطها في الميه واشيلها تاني احطها تحت القص الحضان. وقلنا الكلام ده كتير عشان حمامك ما يتكبس. انا بفتح دلوقتي لقيت قشره بيضه هنا. بص بص حضرتك، اول ما فتحت لقيت قشره بيضه اهي، ولقيت قشره بيضه مرميه تحت. معنى كده اللي القص ده فتح، الزغاليل اللي تحت منه ايه؟ فتحت. مش هروح انكش وارفعهم، كل اللي هعمله هقلب المكلب بتاعهم وهروح اجيب لهم كلفه اهو. حضرتك تعالى معايا اهو، وبحط لهم كلفه. طبعا كنا بنحط الاول نواعم عشان يبقى سهل التلبين، بس يا جماعه اللي انا اكتشفته برضو، معلش مع التربيه طول ما انت بتربي بتكتشف وبتشوف حاجات احسن. والله بجد الحمام لما بياكل فول ويلبن، الزغلول بياخد لبه غذائي 100%. دي معلومه، دي معلومه. طبعا اول حاجه بعملها بعمل ايه؟ بروح احط لهم كلفه. ليه يا ابو الترابيب؟ علشان يلحقوا ياكلوا ويلبنوا ويدوا الزغاليل بتاعتهم لبه. طب اللبه بيقعد قد ايه قبل ما الاكل يتلبن؟ من 6 ساعات ل 8 ساعات يكونوا زقين الزغلول. تمام تمام. ودي معلومه. نيجوا هنا،
القص ده اللي تحت منه الزغلول اللي هو الصافي، بخش عليه اصبح عليه بحبه كلفه اهو. تمام اهو، مش ياما، هما شويه ياكلوهم ويدوا الزغلول وبتاع عشان في كلفه تانيه بياخدوها اخر النهار. نخش هنا نلاقي القص ده جاب حصوايه يوم 12 الزاجل، حصوايه يوم 12 والنهارده 13، يجيب التانيه بكره وعنده زغلولتين. هل انا قطفت الزغلولتين؟ لا. ليه؟ شايف شويه اللحم اللي باينين دول؟ ما اقطفش الزغلول طول ما اللحم ده كده باين، اسيبه طول ما الزغلول عند امه وابوه يصح، اخش عليهم على الطاجن اهو واديهم ايه؟ شويه كلفه. هيخشوا دلوقتي كلهم يكلفوا العيله كلها، الام والاب بالعيال الصغيره. بص اهو، يبقى طول ما انا سايب الزغلول عند امه وابوه يصح، تقطفه بدري يبقى انت اللي بتموته. تمام تمام. بص بقى، القص ده يوم 12، القص ده يوم 12، وعندي الكركند ده يوم 11 وده يوم 11. دول التلاتة دول علشان احضن تحت منهم لازم ما يكونش ميعاد الحصى التاني بعد 4 ايام. يعني لو النهارده الغزار ده باد النهارده احطه تحت الحمام ده، باد بكره احطه تحت الحمام ده، باد بعده ما ينفعش احطه تحت ده، احطه تحت ده. ليه؟ هيبقى فرق 6 ايام او 5 ايام وده كتير. يعني النهارده دول محصين يوم 12، علشان احضن حصى تحتيهم لازم الغزار يكون بايض يوم كام؟ عد 4 ايام، 12 نقول 13 14 15 يوم 16 يكون الغزار بايض اقدر احضنه. طب يوم 17 ما ينفعش. طب دول يوم كام؟ دول يوم 15، دول 11 اهو، 12 13 14 15 يبقى اخرهم يوم 15. عرفتوا بقى؟ فانا بعمل ايه بقى؟ علشان البيض ما يعرقش بتاع الحمام ده بحط لهم بيض بلاستيك اهو. بص يا باشا، ده بيض بلاستيك اهو، بص اهو، صنع بلدنا ما بيتكسرش يا باشا، بيض بلاستيك بيتباع في السوق. بحطه هنا علشان الحصى ما يعرقش، لان لو عرق مش هقدر اشيله، لو قعد 4 ايام وعرق مش هقدر اشيله، فبحط لهم حصوايه بلاستيك، يجيبوا التانيه اشيلها واحط لهم بلاستيك. فهمتوا ليه؟ عرفتوا ليه؟ طيب لو جه الغزار ده حصه يوم 17 او 18 بتعمل ايه في الحاله دي يا عم ابو حازم بقى؟ وما عندكش تحضين؟ باخد كل حصويتين بكتب عليها هم بتوع مين، اسمع مني الكلمتين دول بقى، باخدهم واحطهم في نشاره او في رمله واحطهم في مكان بارد واقلب الحصوايه كل يوم مرتين. يعني مثلا الحصوايه اهي مثلا اهي قاعده كده، فبطلع لهم بعد شويه بعد مثلا 3 4 ساعات بقوم قلبها الجنب التاني. بعمل الموضوع ده مرتين 3 واحفظهم في مكان بارد بعيد عن الشمس. عاوز تحطهم في التلاجة يا باشا حطهم في التلاجة، وانا جربتها في التلاجة لمدة اسبوع او 8 ايام والزغلول طلع والحمد لله. طيب وبتعمل ايه تاني بقى؟ بروح القص اللي عنده حصى بلاستيك بشيله من عنده تاني علشان يبيد تاني والحق احضن، ولما يحصي اخد الحصى احضنه تحت منه. المهم ان انا احافظ على حصى الغزار لحد لما الحضان عندي يتوفر عندي. تمام تمام. نيجي هنا عند القص الكركنديات دول، ولو انت خدت بالك هتلاقيني كاتب كله كده ورق صغير بتاع التحضير الا الكركنديات، كتبت كركندي. ليه بقى؟ لو القص ده وسايب الحصى بتاعه، على فكره ما شلتهوش، سايب الحصى بتاعه، لو القص ده 3 ايام 4 ايام مفيش حاجه حصت وما اتزنقتش فيه، انا عاوز انتج منهم، لان دول فيهم حنيه الدنيا يا جدعان في الزق. انا عاوز اعمل منهم كام زغلول واخليهم هنا واشببهم هنا واشغلهم يزقوا، دول احسن لي من الزاجل. دول في الزق يا جدعان احسن من الزاجل مليون مره. نروح هنا ادي قص تاني اهو محصي برضو يوم 11، حاطط له حصى بلاستيك اهو، حصى بلاستيك اهو اوريهولك اهو يا باشا. بص حصويه بلاستيك اهي، بلاستيك. تمام تمام. عندهم زغلول اصبح عليهم بشويه كلفه، هصبح عليهم بشويه كلفه. تمام يا رجاله.
طبعا القص ده طبعا ايه لسه دول ما حسوش، مستنيهم. نروح بقى فين بقى؟ نروح عند اللعبه بتاعتنا اللي احنا مستنيينها. ايه هي بقى؟ تعالى معايا وافهم النتايه بتاعت الدكر ده فين. النتايه بتاعت الدكر الزاجل اهي. بص النتايه بتاعت الدكر الزاجل فين؟ مع العنبري. واخد بالك انت؟ حطيتهم مع بعض ليه؟ انا مش جاي اعمل اختراع ولا جاي اعمل تركيبه، انا جاي اكتشف عيب في دكر الحمام. جاي اكتشف عيب في دكر الحمام. الدكر ده كان بيترمى، انا واخده من واحد كان بيرميه في الاول. العنبري ده بقاله عندي بتاع سنه ولا حاجه، وجاله مرض كده وعينيه اليمين الشمال اتصفت. تمام اهو هوريهولكم. دكر يعني ما شاء الله عليه دكر اهو. ده دكر بيترمي. بص بقى العين التانية عملت ازاي يا باشا. طيب ايه اللي بيخليك عاوز تفرخ الدكر ده يا ابو حازم غير اللي هو كان بيترمى؟ وقسما بالله وقسما بالله وقسما بالله الدكر ده عدى من السلاكه من هنا وهو بعين واحده كده، وطار ولف وركن على العماره جنبه ونزل لي على السلاكه تاني ودخل هنا. ده ذكاء، ده ذكاء من فرد الحمام. فالدكر ده انا عاوز افرخه. حطيته على انتايه من فتره، كان الكلام دوت قبل ما يتعور كده، كنت حاطه على انتايه وروق عشين، والنتايه بعد كده ماتت. كانت نتايه كبيره في السن شويه. النتايه ماتت وهو روق عشين، يعني النتايه ماتت وخدت السر معاها. مين اللي روق؟ طيب العيب في مين؟ الدكر يعني انا شايفه شداقه بيقول لي انا زي قبل كده عش يا ابو الترابيب ولا حاجه. بصوا شداقه كده جواه الحمام اللي هتفهم. شداقه بيقول لي انا زي خلي بالك كده عش ولا عشين قبل كده. شايف الحتت الصغيره اللي ورا بقه البيضه دي؟ ده اسمه الشداق، ده مكان التاكيل. التاكيل بيعمل كده. طيب انا عاوز اجيب له انتايه وافرخه، هيروق ولا مش هيروق؟ لازم تجربه على انتايه شغاله عندك، والنتايه الزاجل دي شغاله عندي. النتايه الزاجل دي انا فارخها قبل كده مطلعها عندي. فعلشان اكشف الدكر اذا كان شغال او بيروق بديله انتايه يكش تكون بلدي. بديله انتايه بقى لازم اجربه على انتايه تانيه، عشان ممكن تكون النتايه هي اللي كبيره في السن وما بتعرفش تلقط من الدكر، ممكن تكون مشوكه وممكن تكون بتفلت. وقلنا الكلام ده في الفيديو من يومين ولا حاجه على فيديو السلكه. فالصح اللي عندك دكر روق معاك وش، روق معاك وشين، هات له اي انتايه تانيه يكش تكون بلدي وجسوا عليها. دي اسمها بنجس، لا بنعمل بيوت ولا بنعمل تركيبات، احنا بنجس الدكر. طلعوا الزغلولتين بقى تذبحهم تعملهم تسويهم، اللي عايز تعمله اعمله، بس يبقى انت كده اتاكدت ان الدكر بتاعك بيعمر، تروح تجيب له انتايه وتشغلهم وتفرخ وتاخد منهم حمام وربنا يبارك لك فيه. دي حلقتنا النهارده يا جدعان، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم بجد. مع كل فتحه باب اتفتحت انا شايف اللي فيه معلومه. تحياتي ليكم كل اخواتي، كل متابعيني، كل داعميني، لكل الناس تكتب لنا كلمه حلوه، لكل الشباب بجد اللي دعمانا في اللايف دايما. انتوا على راسي من فوق، وصدقوني قسما بالله انا بحبكم لله في لله، وحب الناس كنز يا ناس. احلى مسا عليكم واحلى مسا على كل الناس اخواتي وحبايبي. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.